بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قوة موجودة حوالينا في كل مكان، لكن عمرنا ما شفناها ولا لمسناها، ولا حتى الأجهزة العملاقة قادرة تكشفها بوضوح. قوة ساكنة في الفراغ بتسحب المجرات وبتربط الكون ببعضه، وإحنا ولا عارفين هي إيه ولا جت منين. اسمها المادة المظلمة، السر الأكبر في الفيزياء الحديثة واللغز اللي محير أعظم العقول. بس قبل ما نغوص في المجهول، صلوا على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويلا بينا نبدأ من زاوية مختلفة. في سنة 1933 عالم فلك اسمه فريتز زويكي لاحظ حاجة غريبة. كان بيراقب حركة مجموعة مجرات اسمها عنقود كوما، ولاحظ ان المجرات بتتحرك بسرعة اعلى من الطبيعي، سرعة ما ينفعش تفسرها الكتلة اللي احنا شايفينها في الصور. يعني في حاجة تانية مش بنشوفها بس بتأثر على الجاذبية. وهنا بدأ الشك في وجود مادة خفية، ومن وقتها بدأ سباق العلماء حوالين العالم لاكتشاف اللغز ده. النهاردة وبعد عقود من البحث، العلماء بيقولوا إن كل اللي بنشوفه في الكون، النجوم، الكواكب، الغبار الكوني، المجرات، لا يمثل غير 5% بس من الكتلة الحقيقية للكون، والباقي 27% مادة مظلمة و68% طاقة مظلمة. يعني احنا عايشين في كون 95% منه مش مفهوم. تخيل كل اللي نعرفه، كل اللي اكتشفناه ما يغطيش غير شريحة صغيرة من الحقيقة. احنا بنشوف المادة المظلمة من غير ما نشوفها. المادة المظلمة ما بتصدرش ضوء ولا بتعكسه ولا بتتفاعل مع الضوء اصلا. يعني حتى اقوى التلسكوبات ما تقدرش تشوفها بشكل مباشر، بس نقدر نعرف انها موجودة من تأثيرها. الجاذبية لما نشوف نجوم ومجرات بتتحرك بسرعة غريبة، نعرف ان فيه شيء بيسحبها. عدسات الجاذبية، الضوء بيتحني حوالين المجرات بسبب كتلة ضخمة، بس الكتلة دي مش موجودة في الصورة توزع المجرات. من غير المادة المظلمة المجرات ما كانتش هتتشكل أصلا. ناس كتير بدأت تسأل، هل المادة المظلمة دي ممكن تكون كائنات من بعد تاني أو حضارات متطورة بتتحرك في ترددات احنا مش قادرين نرصدها؟ هل ممكن تكون المادة المظلمة عبارة عن شبكة طاقة بتغذي الكون، أو نوع من الذكاء الكوني عايش حوالينا من غير ما نعرف؟ نظريات كتير بتربط المادة المظلمة بالأكوان المتعددة، السفر عبر الزمن، الثقوب السوداء، وحتى الروح البشرية بعد الموت. لحد النهاردة كل أجهزة الكشف فشلت إنها ترصد جسيمات المادة المظلمة بشكل مباشر. في سويسرا سيرن مرصد زينون تحت الأرض، مسبار ولينكنسون لقياس إشعاع الخلفية الكونية، كلهم بيحاولوا، لكن المادة المظلمة بتهرب منهم زي الشبح. هل ده معناه إنها مش موجودة، ولا معناها إننا بندور على حاجة بتتخطى قدرات عقلنا الحالي؟ لو قدرنا نفهم المادة المظلمة ممكن نغير كل ما فهمنا عن الجاذبية والزمان والمكان. ممكن نفتح بوابات لعوالم تانية، أو حتى نطور تكنولوجيا تسمح لنا نتحرك بسرعة الضوء. في علماء بيقولوا إن المادة المظلمة هي مفتاح الفيزياء الموحدة، النظرية اللي بتربط كل قوى الكون مع بعض. لكن هل العالم مستعد للحقيقة، ولا فيه سر كبير بيتم إخفاؤه عمدا؟ احنا عايشين في كون معظمه مش مفهوم، وغالبا مش من العالم اللي احنا نعرفه. المادة المظلمة هي الباب اللي لو فتحناه ممكن نكتشف ان كل اللي احنا فاهمينه مجرد زاوية صغيرة من الحقيقة. هل هنفضل ندور، ولا هنخاف من اللي ممكن نكتشفه؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا. وصلوا على نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام. لو عجبتك الرحلة دي اشترك في القناة، فعل الجرس، واستعد للجاي، لأنه هيكون أغرب وأعمق وأخطر من زاوية مختلفة. ونقول
كل حكاية وراها زاوية، وكل زاوية وراها حكاية. وبس كده يا صديقي، سلام.